خواجه؟ فاحب اقول لك ان الدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم. هتقول لي لا يا شيخ، هقول لك ايوه، وخد دي كمان بانه لعب فيه العديد من الاساطير والعظماء في مسيرتهم. طب هنا ما فكرتش انك تسال نفسك في مره ان من بين كل اللعيبه الجبار الكتير قوي دول مين فيهم يستحق انه يكون في قائمه افضل 11 لاعب؟ ففي الحقيقه انا بسطت بالحيره في وقت اختياري ليهم، ولكن ومع ذلك اخترت لعيبه كبار واساطير فقد تتفق معايا فيهم ان ادائهم ومهاراتهم هو اللي خلاهم ان هم يكونوا جزء من القائمه. وبالمناسبه حطينا اللعيبه دي على اساس خطه 4-3-3، ولكن طبعا ما سيبناش اختياراتنا عايمه كده، ولكن اختياراتنا كانت على حسب معايير ومقاييس دقيقه جدا، واللي هي كالاتي: امكانيات واداء اللاعب فرديا، والمده الزمنيه لاستمراريه هذا الاداء، والالقاب الفرديه اللي حصل عليها اللاعب، والالقاب الجماعيه اللي حصل عليها اللاعب. وهتتفرجوا على حلقه متعه باذن الله، ولكننا قسمنا الحلقه لجزئين علشان ما تبقاش طويله عليكم. فصحصح معايا كده وفوق علشان الصوص جايبك تروق واتشاك في الخمسينه، ويلا بينا خش بالانترو ابو فكري. وفي مركز ال11 هو مركز حراسة المرمى، وحارس المرمى اللي اخترناه في قائمة افضل 11 لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي هو حارس مرمى معتزل وعنده دلوقتي قرابة ال40 سنة، ولعب مع ناديين بس في الدوري الانجليزي. فاولهم هو نادي تشيلسي من سنة 2004 لسنة 2015، وبعد كده راح لعب لنادي ارسنال من 2015 ل 2019، ويعني لعب في الدوري الانجليزي لمدة 15 سنة. فتقريبا 3/4 من مسيرته المهنية لعبهم في الدوري الانجليزي، واللي كان مجموعهم 20 سنة. فهو الحارس اللي تشيكي بيتر تشيك. فتشيك اللي تشيكي هو صاحب اكبر عدد من الارقام القياسيه اللي حقق اغلبها في الدوري الانجليزي الممتاز. فعدد الارقام القياسيه اللي بيحتفظ بيها بيتر تشيك هو اكتر من 25 رقم قياسي باسمه. وبعض من ابرز الارقام القياسيه دي ان اكبر عدد كلين شيت في الدوري الانجليزي حتى هذه اللحظه فهم من نصيب بيتر تشيك، واللي عددهم 202 كلين شيت. انت متخيل؟ واكبر عدد من الكلين شيت مع نادي واحد بس في الدوري الانجليزي وهو نادي تشيلسي، وهو بعدد 162 كلين شيت. واكبر عدد من الكلين شيت في موسم واحد بس في الدوري الانجليزي، واللي كانت ب 24 ماتش في موسم 2004-2005. فاجر. واول حارس مرمى في الدوري الانجليزي بيوصل لرقم 200 كلين شيت، واول حارس مرمى لم تستقبل شباكه اي هدف لمده 1000 دقيقه. داعر. وقدر يتوج بالقاب كتيره، ولكن لو قلتهم كلهم هاخد وقت كبير، ولكن طالما الزوز قال لك انه هيروق عليك يبقى هركز بس انه قدر ياخد الدوري الانجليزي 4 مرات بس مع نادي تشيلسي، وكمان اخد القفاز الذهبي في الدوري الانجليزي 4 مرات، واخد جائزه افضل حارس مرمى من الاتحاد الدولي لتاريخ واحصائيات كره القدم. فالحارس اللي تشيكي كان طويل القامه، واتشهر بكراته الطويله ورمياته اللي كانت بتساعد فرقته بالكونتر اتاك، واتشهر برضه بقدرته على التصدي لضربات الجزاء، وده كان سبب من الاسباب الرقم الكبير من الكلين شيت اللي قدر يحققه ده. ففي الحقيقه حارس من العيار الذهبي الخالص، عيار 24. اللي هو الدبه بكام دلوقتي؟ ما علينا. وفي المركز العاشر هو مركز الباك رايت، واول مدافع هنتكلم عنه هو مدافع لعب بس للشياطين الحمر، وما لعبش لاي نادي تاني نهائي طوال مسيرته اللي ابتدت من سنه 1992 ل 2011 بمجموع 19 سنه. 19 سنه مع اليونايتد قدر يشارك فيهم 400 ماتش، وكسب فيهم الدوري الانجليزي 8 مرات. واللي انا بقوله ده هو مجرد مثال عن عدد لا حصر له من الالقاب اللي فاز بيها مع النادي. هو طبعا الجبروت جاري نيفيل، وقلت جبروت لانه جبروت فعلا، ففي الواقع البحر كله قواقع. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. ففي الواقع جاري نيفيل واحد من اهم لعيبه الكوره الانجليز والاوروبيين اللي وجب احترامها على مر كل العصور. فرايان جيجز هو اكتر لاعب لعب لنادي مانشستر يونايتد ب 24 سنه، وجاري نيفيل هو تاني اكتر لاعب لعب لصالح مانشستر يونايتد بمجموع 19 سنه. فكان جاري نيفيل بيمتاز بهيكل ضخم، وتميز اسلوب لعبه بالتدخلات الصعبه والعدوانيه والعنف الشديد، ومع ذلك فقد كان يمتلك ايضا ذكاء تكتيكيا وخصائص قياديه مكنته من قياده الفريق، وكان عامل دويتو رهيب مع ديفيد بيكهام على الوينج اليمين، واللي ما كانش بيدعم الفريق هجوميا بس، بل كانت من اهم الاسلحه الهجوميه اللي كانت بتشكل خطوره على الفريق المنافس. فالجبروت جاري نيفيل يستحق بجداره هذا المركز. وفي المركز التاسع هو الباك ليفت اللاعب انجليزي الجنسيه، ولعب في نفس الانديه اللي لعب فيها بيتر تشيك في مسيرته، واللي هم اصلا ارسنال وتشيلسي. فلعب مع ارسنال من سنه 1999 ل 2006، ومع تشيلسي من 2006 ل 2014. وهو الباك
لك الطاير اشلي كول، والطاير ده هو كان طياره بحق لانه كان سريع جدا. وفي الواقع كان اشلي كول لاعب اساسي في نادي ارسنال، واللي كان معروف باسم الذين لا يقهرون، الذي لم يهزم في موسم سنه 2003 2004 باكمله. واعتقد ان ده كفايه لاثبات القدرات الدفاعيه لاشلي كول، بالاضافه الى انه احد افضل المدافعين في العالم من قبل العديد من النقاد، وبرده اكتر باك انجليزي فوزا بالالقاب بعد ما شارك 107 ماتش مع المنتخب الانجليزي من سنه 2001 لسنه 2014. وفي الحقيقه اشلي كول لما كان شاب كان اكثر ميلا للعب في مركز الهجوم، وكان من المفترض انه يلعب كمهاجم اصلا، ولكن غير رايه ومركزه مع الوقت وطور حبه في مركز الدفاع، على الرغم من انه احتفظ بغريزته الهجوميه فيه، وركز في الواقع اكتر على قدراته الدفاعيه مع نادي تشيلسي، فاصبح مشهور بالتدريج في ابعاد الكور من على خط الجون، او زي ما طلعوا عليه لقب التخلص من الاخطار، لان في مرات كتيره جدا مع الانديه اللي لعب ليها كان يقدر ان ينقذ فرقته من دخول الكره للجون، فهو اصاب عدد كبير وكتير من جماهير فريق الخصم بالشلل بسبب الحركه دي. فالولد المؤذي ده يستحق انه يكون في ذلك المركز. وفي المركز الثامن هو مركز بس سنتر باك، وهو لاعب انجليزي الجنسيه يبلغ من العمر تقريبا 42 سنه تقريبا، وكان بيلعب مع افضل نادي في الدوري الانجليزي في وقتها وهو مانشستر يونايتد في اغلب مسيرته، وفي الواقع لمده 12 سنه ما بين سنه 2002 ل 2014، وهو الصخره فرديناند، وكسب تقريبا جميع الالقاب المحليه مع النادي، منهم 6 القاب في الدوري الانجليزي مع نادي مانشستر يونايتد، ويعتبر واحد من افضل المدافعين جم في تاريخ مانشستر يونايتد وفي تاريخ المنتخب الانجليزي على الاطلاق. وكان فرديناند لعيب تقني اكتر من انه كان لعيب بدنيا، وعلى الرغم من انه كان قوي بدنيا وكان بيتمتع بطول القامه واللي كانت بتساعده في الفوز بمعظم التحديات الجويه، وغير كده كمان ففرديناند كان بيلعب برجلين الاثنين، يمين ماشي شمال ماشي، وكان بيقدر يحتفظ بالكوره اذا كان مش مضغوط عليه او حتى مضغوط عليه فما كانش بيفرق معاه، وكان بيقدر يدعم المهاجمين من الخلف من صنع فرص ليهم عن طريق الكرات الطويله، فكان لاعب يعتمد عليه دفاعيا وكمان بناء الهجوم من الخلف، وعلشان كده سميته الصخره بس طويله حبتين. وعبال ما ربنا يطول في عمرك وتنزل تدغدغ زرار اللايك على زرار السبسكرايب وتفعل زرار الجرس ليصلك كل جديد. وفي المركز السابع هو السنتر باك الثاني، وهو لعيب لعب مع نادي مع افضل انديه الدوري الانجليزي، وهو فريق تشيلسي طوال مسيرته تقريبا، واللي قعد معاهم 19 سنه من سنه 1998 ل 2017، لعب فيهم 717 ماتش، جاب فيهم 67 جون علشان يبقى افضل مدافع في كل العصور حرفيا. فهو اسطوره البلوز جون تيري. فجون تيري هو انجح كابتن على مر تاريخ نادي تشيلسي، فهو حصد معظم الالقاب مع البلوز، ففي الواقع هم 14 لقب من بينهم 5 دوري انجليزي، وكان جون تيري من اكتر 5 لاعبين كاسرين ل 500 ماتش لعبوهم في الدوري الانجليزي، كما انه ثالث لاعب كوره في تاريخ نادي تشيلسي يشارك في اكبر عدد من الماتشات في تاريخ الدوري الانجليزي، واللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز اللي فاز ب5 دوري انجليزي كقائد. وبالنسبه لاسلوب لعب جون تيري فلازم اقول انه بالاضافه بانه قوي وعدواني كده وقلبه على الفريق، وعلى فكره العدوانيه هنا صفه حميده، فكان برضه بيمثل تهديد جوي على اي فريق بيقابله بسبب طول قامته، كان لعيب هيدر بحق، وفي الواقع كان قوه مهيمنه في التحديات الجويه واللي يمكن تكون مفيده في الدفاع لما يجي يشتت الكوره، وفي الهجوم من الكرات الثابته لما يجيب بهجوان، فهو يستحق فعلا انه يكون من بين افضل 11 لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي. ومن هنا هنقف ونكمل باقي اللعيبه في الجزء الثاني باذن الله عشان ما نطولش عليكم. واحب اقول لك 3 حاجات. اول حاجه بونص سنه الحلقه خلصت. تاني حاجه اف يو انت هابي يو ماست تصلي على النبي وما تزهقش منها هتسمعها كتير. تالت حاجه اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب مجانا حصر لاول مره عندنا. تحب تقول لي اي حاجه؟ سلام.